اهلا بيكم في مزارع بشاير الشرباجي. معاكم محمد علام الدين، تيم ليدر في مزارع بشاير الشرباجي. كنت هبلغكم النهارده ازاي شكل الزياره بيمشي عندنا. حضرتك شكل الزياره بيبقى عامل ازاي؟ بعد ما بنفطر بنتوكل على الله على الفرافره على طول، بنصلي في الجامع عندنا هنا. تمام، بنلحق صلاه الجمعه الساعه 1:15 بالظبط بنكون وصلنا. بعد كده بنطلع بنستريح في البرجيله شويه، نشرب عصير، نشرب ميه ساقعه، نشرب اي درينك انت حضرتك محتاجه. وبعد كده بنستريح في الغرف. بناخد حوالي 3 ساعات استراحة بس من الطريق. طبعا الغرف فندقية جاهزة من كل الخدمات انك تقدر تعيش حياة او اقامة بشكل محترم. الشاليه بيبقى شامل غرفتين، كل غرفة بيبقى فيها سريرين، غرفة مكيفة وغرفة مراوح لان في ناس كتير بتتعب من التكييف. تمام. بعد كده بنرجع للمطعم بنتغدى، وبعد ما بنتغدى ممكن نشرب حاجة وننزل ارض الواقع. طبعا بنوري حضرتك الاعمار المختلفه بالاصناف المختلفه، لاني زي ما حضراتكم عارفين احنا مش مختصين في حاجه واحده بس، احنا برنامج زراعه كبير جدا. 90,000 فدان تم استصلاح وزراعه بالفعل 67,000 فدان. فانت حضرتك بتتفرج على كل التفاصيل اللي عندنا، وزي ما بيقولوا كده ارض الواقع خير دليل. بعد ما حضرتك بتعاين الارض بشكل كويس وبكل التفاصيل وبكل الاستفسارات اللي حضرتك محتاج تقولها، احنا طبعا بنجيب عليها لان بيبقى فيه مهندسين مختصين. لو انت محتاج اسئله فنيه او محتاج اي حاجه في اداره المبيعات، برضه بيكون في مسؤول مبيعات مع حضرتك في الزياره. بعد كده بنرجع نستريح شويه، نشرب حاجه، وبعد كده بنخش الغرف. طبعا تاني يوم الصبح في نفس الميعاد اللي اتحركنا فيه من القاهره الساعه 6:30 صباحا بنفطر هنا في الواحه، وبعد كده بنتوكل على الله نرجع القاهره سالمين ان شاء الله باذن الله. لو عند حضرتك اي استفسار تاني جاهزين مع حضراتكم. مزارع بشاير الشرباجي، خير يدوم ليك ولعيلتك ليوم الدين. مزارع بشاير الشرباجي، أصل زراعي يتوارثه الأجيال.